السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة مباراة منتخب مصر مع منتخب الأردن في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في كأس العرب قطر 2025. المباراة النهاردة بإذن الله الساعة 6:30 بتوقيت الإمارات وبتوقيت عمان، لكن بتوقيت مصر إن شاء الله هي الساعة 4:30. المباراة الساعة 4:30 إن شاء الله بتوقيت مصر. المباراة مهمة جدا ومصيرية جدا في مشوار منتخب مصر في كأس العرب. منتخب مصر لو بصينا على المجموعة، فمنتخب الأردن خلاص ضمن الصعود ب6 نقاط كأول مجموعة، منتخب مصر التاني بنقطتين، والإمارات والكويت تالت ورابع بنقطة. وكل الفرق إذا كان مصر أو الإمارات أو الكويت لسه عندهم أمل في الصعود بشرط الفوز. احنا بالنسبة لمنتخب مصر بس فقط الفوز يكفي إن احنا نصعد، لكن الإمارات والكويت عندهم شرطين. أول شرط إن هم يفوزوا، تاني شرط وده مش بإيديهم إن مصر والأردن يتعادل مع بعض أو الأردن تكسب، ساعتها ممكن حد منهم يصعد في الحالة دي. انما غير كده لو مصر كسبت خلاص نقدر نصعد. بس هي مشكلة ان المنتخب للاسف ما يطمنش. شفنا كلنا الماتشين اللي فاتوا، اذا كان ماتش الكويت الاول او ماتش اللي فات اللي هو ماتش الامارات، المنتخب بصراحة ما يطمنش، المنتخب بصراحة ما قدمش اي شيء يعني يخليك تبقى مطمن ان احنا نقدر نكسب النهاردة. المنتخب بصراحة الواحد شاف الماتشين، المنتخب بصراحة يعني ما كان محتاج تدعيم عن كده، كان محتاج إضافة عناصر قوية عن كده. انت لو للأسف بصيت على التشكيل منتخب مصر في اللي هو بيبدأ بيه مثلا أو اللي بدأ بيه الماتشين اللي فاتوا، إذا كان ماتش الكويت أو ماتش الإمارات، هو كان نفس التشكيل. الفرق بس كان في المهاجم إن مروان حمدي الماتش اللي فات أخد مكان محمد شريف، لكن كان نفس التشكيل هو كله على بعضه، هو نفس ماتش الكويت، هو نفس ماتش الإمارات، وغالبا هيبقى هو نفس التشكيل بتاع النهارده، إلا ممكن بعض التغييرات اللي هنقول عليها كمان شوية. هو اللي هو بيبقى محمد بسام، اكرم توفيق، زكريا يحيى باك شمال، باك شمال ياسين مرعي، رجب نبيل مساكين، عمرو السولية وغنام محمد والنني في نص الملعب، واسلام عيسى وينج شمال، سعد ميسي وينج يمين، ومروان حمدي كان مهاجم الماتش اللي فات، وقبله الماتش اللي قبله كان محمد شريف. لكن بصراحة لا، المنتخب ناقصه كتير. المنتخب كان ممكن حلمي طولان مع حسام حسن لو في اصلا علاقه ما بينهم كويسه، كانوا ممكن ينسقوا مع بعض. كان ممكن يقول له مثلا انا هاخد منك اللعيب ده، انت تاخد مني اللعيب ده، انا محتاج منك التلات اربع لعيبه دولت هلعب بيهم مثلا البطوله. كان ممكن يحصل تنسيق، لكن للاسف مفيش علاقه جيده، مفيش تنسيق، وحاجه يعني بصراحه غريبه جدا. حتى لو بصيت انت النهارده انت المفروض تكسب الاردن، فالمفروض يعني نص ملعبك يبقى في حد، يبقى يعني التلاتة بتوع نص الملعب سولية النني غنام محمد، ما شفناش منهم اي حد الماتشين اللي فاتوا مثلا بيشوط، غير مثلا يمكن غنام محمد مرة واحدة ولا حاجة. شفناش حد منهم مثلا بيصنع فرص كده، لعيب كرييتيف كده في نص الملعب. فانت لازم تغير. عندك قفشه، لا لازم تبدا بقفشه النهارده مكان واحد منهم، مكان السولية مثلا او مكان النني لازم تلعب بقفشه عشان يصنع لك فرص. لازم. نفس الكلام ميدو جابر المفروض يبدا مكان سعد ميسي. بصراحه سعد ميسي وعيسى اسلام عيسى ما شفناش منهم اي حاجه تذكر في الماتشين اللي فاتوا. الى حد ما مروان حمدي هو يعتبر افضل حد وافضل لاعب في المنتخب لحد دلوقتي، هو مروان حمدي بالاضافه الى محمد بسام. دول يعتبروا ابرز اتنين لعيبه وافضل اتنين لعيبه لحد دلوقتي في المنتخب. غير كده مفيش. حتى لو بصيت على الدكه، لو بصيت على الدكه، احنا مثلا هنتكلم عن ماتش الاردن، ده ماتش الاردن والتشكيل. فحتى لو بصينا على الدكه بص مش هتلاقي حد. لطفي، هاني، الونش، العراقي، عواد، قفشه اللي هو ممكن يبدا النهارده، محمد شريف وحسام حسن الاثنين مهاجمين، مروان حمدي يلعب عليهم، وميدو جابر ممكن ياخد مكان مصطفى سعد. بس مفيش حد، مفيش يعني المنتخب بصراحة على العناصر مفيش حد من عندك تقدر تقول ان هو لا ده يلعب، ده يلعب، ده ياخد مكان ده ينزل يعمل فرق. مفيش للأسف، مفيش. فبالتالي بنسبة كبيرة هيبقى هو نفس التشكيل، باستثناء زي ما قلت ممكن قفشه هيلعب مكان عمرو السولية او مكان النني او في نص الملعب، وممكن ميدو جابر ياخد مكان مصطفى سعد ميسي. غير كده ما فيش حد من على الدكه تقدر تقول ان هو ممكن ينزل يعمل حاجه للاسف، غير ان محمد شريف وحسام حسن وهما الاثنين مهاجمين زيهم زي مروان حمدي يعني. فكل التوفيق، اتمنى المنتخب النهارده يكسب ويفوز ويصعد. بس برضو حتى لو كسبنا وصعدنا يعني للاسف السكواد والفرقه مش هي اللي تقدر تقول ان هي ممكن توصل بعيد.
في البطولة. يعني لو بصيت على سكواد السعودية، بصيت على سكواد منتخب الجزائر، بصيت على سكواد منتخب المغرب، للأسف هم أقوى وأعلى مننا بكتير جدا جدا جدا. وبالرغم ان المنتخبات دي إذا كان مثلا الجزائر أو المغرب على فكرة بيلعبوا بسكواد تاني، يعني نفس منتخب مصر، لكن للأسف احنا بعيد بعيد بعيد. كل التوفيق.